ماتش الزمالك وانبي. يعني الزمالك النهارده ابتدى بتشكيل غير متوازن بالمره. يعني الزمالك النهارده للاسف ابتدى بتشكيل غير متوازن. انا سيف الجزيري، يا جماعه سيف الجزيري خلل من قاعده على الدكه يا جماعه. سيف الجزيري خلل خلاص وحرفيا بقى، يعني هو نسي الكوره. سيف الجزيري نسي الكوره، مش وحش بس نسي الكوره خلاص. مش هو ده اللي هيخلص لك ماتش. انت نازل ماتش من اهم ماتشات الموسم بتاعتك، نازل بادئ بسيف الجزيري. الزمالك النهارده ابتدى ب تشكيلة مهدي سليمان وبنتايج وحسام عبد المجيد، محمود الونش، عمر جابر. نص الملعب احمد ربيع ومحمد شحاته، عبد الله السعيد وشيكو بنزا، اخوان بزيرة، و سيف الجزيري المهاجم. ف تشكيلة اصلا، يعني هي التشكيلة من الاول التشكيلة غلط. يا كابتن معتمد، يعني احنا بنحبك واحنا واثقين فيك واحنا كل الدعم ولسه كل الدعم ولسه بندعمك، والدنيا خدمتك النهارده الحمد لله. طب ليه بقى؟ يعني انت دلوقتي يا كابتن معتمد ليه تبتدي بسيف الجزيري؟ ليه تبتدي باحمد ربيع؟ انا عندي مشكلة مع الناس دي. الناس دي اصلا كل مرة بتنزل وانت بتغيرها عشان هي مستواها مش حلو. فانا احمد ربيع النهارده كميه ميس باص غير طبيعيه. 3 كور رايحين منه الشوط الاول بجوان على الزمالك. هل ده طبيعي؟ مش طبيعي. صلحت الغلط في الشوط الثاني بس لحقت نفسك متاخر. عندي 45 دقيقه انا ضيعتهم. ماتش كامل. انا الماتش ده بالنسبه لي ماتش الدوري. انا بقول لك ده ماتش الدوري، اروح ابدا بسيف الجزيري وابدا باحمد ربيع وقعد فتوح وقعد ناصر منسي وقعد عدي الدباغ، الناس اللي كانت شايله الفرقه اصلا. مش طبيعي، يعني دي حاجه مش طبيعيه. احنا الحمد لله ربنا النهارده مشاها معانا والاهلي خسر. ولما بيراميدز يبقى هو المنافس بتاعك هيبقى الضغوط بتاع عليك اقل، غير لما الاهلي يبقى